مرحبا بكم في قناة أوس فوت. تأهل منتخب المغرب لثمن نهائي بطولة كأس العالم قطر 2022 بعد الفوز على كندا 2-1 اليوم الخميس على استاد ثمامة ضمن منافسات الجولة الثالثة لدور المجموعات. سجل للأسود حكيم زياش في الدقيقة 4 ويوسف النصيري في الدقيقة 23، إنما سجل لا كندا نايف أكرد بالخطأ في مرماه في الدقيقة 40. وتصدر منتخب الأسود المجموعة السادسة برصيد 7 نقاط، ورافقه المنتخب الكرواتي وصيف المجموعة ب5 نقاط، ليكرر إنجاز تأهله التاريخي من الصدارة في مونديال 1986. وبات المغرب المنتخب العربي الوحيد الذي بلغ ثمن نهائي مونديال قطر بعد خروج قطر وتونس وسعودية من مرحلة المجموعات. لم يتأخر المنتخب المغربي عندما استفاد حكيم زياش من خطأ للحارس بورخان الذي حاول إبعاد الكرة، لكنه وضعها أمام نجم الأسود الذي استغل خروج الحارس وسددها في الشباك من مسافة بعيدة، مسجل الهدف الأول. مرحبا بكم في قناة أوس فوت.